ليه جوزك لازم يخاف منك؟ خوفيه منك يا فوزية. الست الشاطرة هي اللي جوزها بيعمل لها 1000 حساب. تعالي وانا اقولك ازاي تخلي جوزك يعمل لك 1000 حساب. تعال. لازم يقدرك ويخاف على زعلك ويخاف منك انت شخصيا، مش عيب. اللي جوزها بيقول لها يا هانم بيقفلها على السلالم، واللي جوزها بيقول لها يا عورة بيلعبوا بيها الكورة. اول حاجة هتخلي جوزك يعمل لزعلك حساب هو ان زعلك ما يكونش على الفاضي والمليان. انا اروح عند امي اشرب براحتي، مش اي حاجة صغيرة تزعلك، وطبعا مش اي حاجة تخليكي تتصالحي. وهنا بقى هيعرف ان زي ما زعلك صعب، زي كمان انك تسامحيه صعب جدا، فيعمل لزعلك حساب. تاني حاجة انك مش طول الوقت هتهدديه انك هتمشي وتسيبيه وتنفصلوا وتتطلقوا وطلقني وسيبني وكل الحاجات دي. طلقني لو مش عاجبك طلقني. لا، خليكي تقيلة وهادية وراسية كده، علشان يوم ما تهدديه انك خلاص هتسيبيه يعرف انك فعلا هتسيبيه. تالت حاجة شاركيه كل تفاصيله، علشان يوم ما تزعلي منه او تسيبيه او تبعدي يعني شوية هيعرف ان في حاجة كبيرة قوي ناقصة وهيحس بقيمتك، وبالتالي هيخاف منك ويعمل لزعلك حساب. وطبعا كل ده معناه انك غالية عنده. مين فيكم جوزها بيعمل لها حساب؟ قولولي بقى في الكومنتات وازاي بتعملوا كده. انا نرمين لطفي، وده بيتكم مطرح.